لقد رأينا أنا وبناروس حلمين عجيبين أمس. هل يمكنك تفسيرهما؟ بماذا حلمتما؟ صفا لي لأرى. رأيت دالية عليها 3 عناقيد من العنب، فجنيتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته إياها. كان وجه الملك مخيفا. بئس ما رأيت، بئس ما رأيت. حسنا، وماذا رأيت أنت؟ أنا رأيت في النوم كأن سلة فيها الخبز والطعام، سلة فيها الخبز والطعام فوق رأسي، والطير تحط عليه وتنهش منه ثم تصعد. أجل، ثم تصعد. إن أخبرتكما بتأويل رؤياكما فهل ستقبلني به حتى وإن ساءكما؟ أنا أقبل. لا يمكن هذا، لا يمكن أن نقبل كل ما تقوله. واضح أنكما لازلتما مذبذبين في صحة ما أقول، ولا عتب عليكما. ومن أجل أن تثقا أني عالم بتعبير الرؤيا وتستيقنا أن ما أقوله حاصل لا محالة، سأقدم لكما أولا علامة تكون دليلا واضحا، ثم بعد ذلك أخبركما بتأويل رؤياكما. أي علامة مثلا؟ مثلا، أتريدان أن أخبركما بنوع الطعام الذي سيقدمونه لنا اليوم؟ أخبرني يوزرسيف، هل أنت ضالع بالسحر والشعوذة؟ حاشا أن أكون قد كسبت علم التأويل عن طريق السحر والشعوذة، فأنا مسدد ومؤيد من السماء، وأنا ملهم بإلهامات ربانية. هذا من العلوم التي ألهمني إياها خالقي وبارئي. لا أظنك تقصد بالخالق والبارئ آمون إله مصر العظيم. وهل يملك حجر بلا حياة علم التأويل والرؤية وعلم ما يكون وما هو كائن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تريدون معرفة نوع الطعام؟ إن الطعام الذي سيقدم لكم اليوم هو سمك مشوي وخبز حنطة وبضع تمرات. يوزرسيف، نحن في سجن ولسنا في مضافة. السجناء لا يأملون بطعام كهذا حتى في أحلامهم. يوزرسيف، إن طعاما كهذا لا يأكله حتى الأشراف إلا في بيوت له، فما بالك بسجناء زويرة؟ أحقا سيقدمون لنا الطعام الذي ذكرته؟ لقد جاء الطعام، اصطفوا. ما هو طعام اليوم؟ إن أخبرتك فلن تصدقني. سمك مشوي وخبز حنطة وتمر طبعا. وما الذي أدراك؟ فلم يأتوا بالطعام إلا الساعة. هذا صحيح تماما كما أنبأنا يوزرسيف، الطعام سمك. لا تستعجلوا، سوف ينال الجميع نصيبه. وما الذي أتى بهذا الطعام إلى السجن؟ جاءوا به بناء على طلب السيدة زليخة. زليخة أرسلت الطعام. هكذا إذن. هذا من فعال زليخة.
لعل السيدة زليخة أمرت بإعداد الطعام للسجناء رأفة منها وشفقة منها عليهم. ماذا قلت؟ رأفة منها وشفقة على كل السجناء أم على سجين واحد؟ لم يعد يمكننا بعد الآن أن لا نثق بتعبير يوزرسيف لرؤيانا. لن نشك أن ما تقوله سيحصل. يوزرسيف، لقد كنت معنا. كيف علمت بالطعام الذي تم إعداده؟ ذلكما مما علمني ربي. إنما أعرفه فقد أوتيت علمه من عند خالقي، وما أوتيته من عند نفسي. عن أي إله تتكلم أنت؟ وأي ملة تتبع؟ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هل أنت من أبناء إبراهيم؟ ذلك الذي يدعو إلى عبادة إله واحد؟ هو من قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لقد مضت آلاف السنوات وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون أمام التماثيل، فهل تشكو عبادتهم من خطب؟ إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء ويغير هيئتها كما يحلو له، وله أن يحطمها متى أراد. هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الغالب القادر الذي يغلب بقدرته ذلك الحجر، بل صانع الحجر وناحته؟ إن إلها كهذا لهو حقا أهل لأن يعبد، ولكن ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل وأنه يمتلك تلك القدرة. من حيث أنه قد أرسلني لهدايتكم وأعطاني علم التأويل والإخبار عن عالم الغيب. ألم أنبئكما عن الطعام الذي كنتما سوف ترزقانه؟ أتقصد أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟ لقد أخبرتكم أن علمي هو من لدن رب العالمين وليس من عند نفسي. أما الآن فسوف أخبركم بشيء لم أخبره أحدا قط. بعد آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا أحد المرسلين من قبل الله الواحد الأحد. هو نبي؟ ماذا يقول؟ وأدعوكم إلى اتباع ملة جد إبراهيم وعبادة الله الواحد الأحد. اهدأوا. هل أنت حقا أحد المرسلين من عند الله؟ إنما أنا حلقة في سلسلة أنبياء الله الذين بعثوا لهداية الناس. لقد بعث قبلي آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وسيأتي من بعدي أنبياء آخرون أيضا. وسيكون آخر نبي في سلسلة الأنبياء من نسل إبراهيم نبي اسمه أحمد، يكون خاتم الأنبياء والمرسلين. نبي في داخل السجن؟ إن السجن ملك لله وأنا رسول الله وأنتم عباد الله، فما الفرق بين داخل السجن وخارجه؟ ولكن ماذا حل بتعبير رؤيانا؟ لم تغب عن بالي مشكلتكما، لا تقلقا، لكن تأويل رؤياكما مشروط بالإيمان بما أدعو إليه، الإيمان بالله الذي ألهمني علم تأويل الرؤيا. لقد آمنا بالله، لقد آمنا بما تدعو إليه. أنا لست أعارض، ولكنني لم أتعرف على إلهك حتى الآن. وهل تعرفون الإله الذي أنتم عاكفون على عبادته؟ هل تعلمون أن ما تعبدون ليست إلا حجارة لا حياة لها ولا قدرة ولا اختيار؟ هل تعلمون أنكم لا حجة لكم ولا برهان في عبادتكم لهذه الأصنام؟ بينما الإله الذي أدعو إليه هو خالق كل المخلوقات وواجد لكل الموجودات، هو مالك لا شريك له ولا بديل. حسنا أبو بيس وبناروس، ما جوابكما؟
إن أعظم دليل على أحقية معبودك هي القدرة التي رأيناها اليوم من نبيه. أنا قد آمنت. حسنا، وأنت أبو بيس ماذا عنك؟ إن أردت الحقيقة، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفا على عبادة مخلوق لا إرادة له، أشعر بالحماقة في نفسي. لا شك عندي أن إلهك هو أفضل من آلهتنا. إذن أنا مثل بناروس، أنا أؤمن بإلهك. إن كان إلهك غائبا عن أبصارنا، لكنه يبقى أفضل حالا من آلهتنا التي لا ترانا ولا تكترث لأمرنا. إن كنت قد رأيت خيرا من آمون الكبير وسائر الآلهة كنت لأتردد في أمري حتما. ولو كان إلهك يملك من العطف بمقدار ما لديك فسوف أحبه بقدر ما أحبك. أنا لا أملك إلا أن أؤمن بإله قام بإرسال الأنبياء من أجل هدايتنا. وأنا أؤمن بإلهك وأعلن براءتي من التماثيل المصنوعة من الحجارة. إنه محال. وأنا من الآن وصاعد